السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها أحداث مأساوية وحزينة واسمها اللحظات الأخيرة. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 15 فبراير سنة 2004 كان في 2 من ضباط الشرطة راكبين عربياتهم ومعديين في شارع هادي في قرية صغيرة اسمها مورو، واللي موجودة في إنجلترا. الضباط وقفوا قدام بيت صغير مبني من الطوب بعد ما واحد من الجيران اتصل بالشرطة وبلغ إنه بيسمع صوت حفر جاي من البيت الصغير ده، وطلبوا من الشرطة إن هم يتأكدوا لو الساكنين في البيت كويسين. الضباط ما كانش على بالهم أي حاجة، كانوا بيفكروا إنه ممكن يكون حيوان دخل البيت وهو اللي بيعمل أصوات الحفر دي، ولكن في الحقيقة الموضوع كان أكبر من كده. الشرطيين نزلوا من العربية ودخلوا الجنينة بتاعة البيت ووقفوا للحظات عشان يستمعوا للصوت اللي بيجي من جوه البيت، لكنهم ما سمعوش أي حاجة. الشارع كان هادي والبيت كان ساكت. بعد كده اتجهوا لباب البيت، ولكن لما محدش رد عليهم ولا فتح لهم، واحد منهم جرب الأجرة بتاعة الباب، وفعلا الضابط لقى الباب مفتوح. فزقه بالراحة وبدأ ينادي وقال إن هما الشرطة وجايين يطمنوا على الناس اللي في البيت، بس ما جالهمش أي رد. فبدأ الضباط يدخلوا البيت ويمشوا بالراحة، ولكنهم بمجرد ما حطوا رجليهم جوه البيت لقوا إن الدور الأول كان غرقان مية، وبدأوا يسمعوا أصوات مية من جوه البيت. فبدأوا ينادوا على الناس، ولكن ما كانش فيه أي حد بيرد عليهم. الضابطين بدأوا يتبعوا صوت المية عشان يشوفوا مصدره. الصالة كانت غرقانة والبيت كله كان مغمور بالمية، ولما قربوا من المكان اللي جاي منه صوت المية لقوا إن هي غرفة مقفولة. ففتحوا الباب بالراحة، ومجرد ما شافوا إيه اللي جوه الأوضة كانوا في حالة صدمة. قبل الشرطة ما تستلم البلاغ كان صاحب البيت واللي اسمه رونالد ماجليجس، وعنده 51 سنة، انفصل عن مراته. والانفصال ده كان صعب جدا عليه لأنه كان مطلق ومفلس، وكان عنده مشاكل صحية كتير زي الربو ومشاكل في الكبد، وبصفة عامة كان شخص ضعيف جسديا. وبمجرد ما طلق مراته بدأ يدخل في حالة من الاكتئاب. وبعد طلاقهم ب7 أسابيع رونالد خد قرار إنه لازم يغير حياته ويرجعها لطريقها الصحيح. فدخل بيته وبدأ يتخلص من أي حاجة ليها علاقة بمراته، واللي كانت سايبة حاجات كتير ما خدتهاش، ومعظم حاجاتها كانت موجودة جوه خزانة في أوضة النوم بتاعتهم في نهاية الممر في البيت. رونالد خد كيس للقمامة ودخل الخزانة وبدأ يشوف الحاجات اللي هيرميها. وبعد فترة كان رونالد ملى الكيس وبدأ ينتهي من تجميع كل الحاجات اللي هيرميها، ولكنه فجأة سمع صوت غريب جاي من الأوضة. كان صوت بيشبه صوت الخشب وهو بيطقطق. بس حتى قبل ما يلف ويشوف الصوت كان جاي منين، باب الدولاب اتقفل عليه بقوة. وفجأة رونالد لقى نفسه محاصر داخل الدولاب في ظلام تام، وبالرغم من محاولاته العديدة إلا إنه ما كانش قادر يفتح الباب تاني. في البداية بدأ رونالد يصرخ بأعلى صوته ويضرب الباب ويخبط، بس ما كانش فيه أي حد جاي عشان يساعده. الدولاب اللي هو كان جواه كان طويل نسبيا، بس كان عرضه وعمقه في حدود قدمين، يعني رونالد كان لازم يقف جواه بس وما يقدرش يقعد. وكمان ما كانش عنده مية ولا أكل، ومفيش حد كان يعرف إنه محبوس في الدولاب لأنه عايش لوحده. وبالرغم من إن البيت كان صغير ومتهالك إلا إنه كان مبني من الطوب، وده بيعني إن احتمالية إن حد يسمع صرخاته من بره كانت ضعيفة. وبعد كتير من المحاولات إنه ينادي على أي حد،
رونالد قرر إنه لازم يعمل حاجة مختلفة علشان يقدر يطلع من الدولاب ده. لما بص فوقيه كان في مجموعة من الأنابيب ماشية في السقف، فحط إيده على واحدة من الأنابيب وحاول يكسرها علشان يحاول يفتح بيه الباب، أو حتى يحاول يخبط بيه على الحيطة عشان حد يسمعه. بس بمجرد ما عمل كده وكسر الأنبوب، حصلت حاجة بشعة. الأنبوب اللي كسره كان أنبوب مية، ومجرد ما كسره بدأت المية الباردة المتلجة تنزل عليه وتغرق راسه وجسمه. ولأن مفيش مكان في الدولاب فكان رونالد مش عارف يتحرك، وبدأ يحس بحرارة المية المنخفضة. ولكنه في الأول بدأ يتجاهل المية واستخدم الأنبوب وبدأ يصرخ ويخبط عشان يحاول يطلع، ولكن محدش كان سامعه. وبدأ رونالد يتوتر، وفي نفس الوقت ده كان بيحاول يحفر في الحيطان لعله يلاقي طريقة يوصل بيها لأي حد بره. بس مع الوقت رونالد كان بيضعف، وبدأ يمرض بسبب حرارة المية المنخفضة اللي نازلة عليه. ومع استمرار المية بدأ جلده يتشبع بالمية ويتقشر. وبعد أسبوع كامل في المعاناة دي، رونالد عرف إن محدش جاي وإنه غالبا هيموت هنا. ومع استمرار نزول المية عليه رونالد مات. جثته كانت لسه واقفة في مكانها ومسنودة على الحيطة، والمية المتلجة كانت لسه بتنزل عليه. في الوقت ده كان حد من الجيران بدأ يلاحظ صوت الصريخ اللي جاي من البيت ومحاولات الحفر، ولكنه ما كانش عارف ايه اللي بيحصل. وعلى مدار الأسبوع كان بيحاول يتجاهل الأصوات دي عشان الموضوع ما كانش يخصه. ولكن لما الصوت وقف تماما بعد أسبوع حس إنه لازم يتصل بالشرطة. ولما نرجع للشرطيين اللي دخلوا أوضة نوم رونالد، فمجرد دخولهم لقوا إن في خزانة ضخمة مقلوبة قدام الدولاب وقافلة الباب. ولاحظوا إن الباب من تحت كان مكسور وخارج منه رجلين بشريتين. دول كانوا رجلين رونالد، واللي كان حاول يكسر الباب برجله، ولكنه كل اللي قدر يعمله هو إن يكسر جزء من الباب وخرج رجله منه. ولأن كان في خزانة تقيلة قفلت الباب ووقع عليه، فما كانش يقدر يمر من تحت الباب. وبصعوبة الشرطيين رجعوا الخزانة لمكانها وفتحوا باب الدولاب، وجواه لقوا رونالد ميت. جثته كانت واقفة في وضع غريب، وكانت مسنودة على الحيطة، والمية الباردة بتنزل على راسه بقوة. وبعد كده اتضح إن هي كانت مجرد حادثة، وإن بسبب ضعف الخشب المتهالك بتاع الخزانة، ففي اللحظة دي انهارت وسدت الباب بتاع الدولاب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.